الخيار، الخيار ده مهم جدًا في السحور عشان بيرطّب، بيدّي ترطيب كده على القلب، أنتم فاهمين، طراوة كده. وكمان عندنا الجبنة بطماطم، دي جبنة مش حادقة أوي، وباحط لها كمان حبّة طحينة عشان تكسر الحدوقية بتاعتها، ما تعطّشناش في الصيام. طبعًا البيض أبو لانشون الجميل بتاعنا، جِبت طاسة على النار وحطيت فيها حتّة زبدة، وقلّبت اللانشون تقليبتين بالضبط، ونزلت عليهم بالبيض، بيبقى طعمه جميل جدًا. وسِنّة ملح وسِنّة فلفل أسمر وخلاص كده بيبقى حلو أوي. الفول اللذيذ أبو طحينة القمر بتاعنا، نحط الصينية اللذيذة بتاعتنا، ونحط السحور الزبادي يا جماعة، الزبادي من أساسيات السحور، اوعى حد ينساها، بترطّب كده وبتدّي طراوة وحاجات حلوة كده، بتحس بانتعاش بالسحور. هنتسحّر وهنصلّي وهنخلّص كل الكلام الجميل ده، هنخش ننام على كده؟ لأ طبعًا ما ينفعش، سِت البيت الشاطرة ما ينفعش تنام وراها حاجة. كان في حبّة بسلة كده قُلت أخطفهم كده على السريع وأنا واقفة، عايزة أقول لكم كنت زهقانة جدًا، كنت عايزة أنام، كنت تعبانة.